ازيكم يا جماعه عاملين ايه؟ طبعا اللي هيشوف الفيديو يعرف ان في فرق كبير بين الانترو وبقيه الفيديو. دي تاني مره اصور الصراحه الانترو بعد ما خلصت الفلوج، لان الصراحه نسيت بنسى اصور الانترو وانا ببدا الفلوج. طبعا انتوا عرفتوا من العنوان ان الفيديو ده زياره المتحف المصري. زيارتنا بدات ان احنا دخلنا سلمنا بطاقتنا وكله تمام، داخلين بقى على التفتيش، لان أنا طبعا كنت واخد العده كامله، واخد الميكروفون واخد الترايبود، وداخل ان مفيش حد هيتكلم معايا، الميكروفون وترايبود عادي مفيش حاجه. داخل قالوا لي ايه ده يا استاذ؟ قالوا لي معلش مش هينفع تدخل بيه، لازم تروح تسلمه في الامانات. رحنا سريعا سلمنا الحاجات دي في الامانات وبدانا تصوير في المتحف. للاسف حاولنا نستخدم المايك بس للاسف ادونا رقم قلنا اطلعوا بيه بره، ولما انتوا طالعين بتقولوا خدوا المايك. يلا مش مشكله، نحاول نصور كده في الخباثه. هم قالوا تصور بالتليفون عادي، فانا هصور بالتليفون عادي وهم خلاص. دخلنا هنا بقى وسط المنحوتات الحجريه بتاعه الفراعنه. هنا عندنا منحوتات الحجريه بقى ما منها التوابيت بقى والتماثيل. التماثيل مش عارف ده حاجه ازاز، دي انا مش عارف ايه. والله لحد دلوقتي رحله لطيفه، حاجه دي رهيبه الصراحه. مين دول مش عارف، بس دول تقريبا عريس وعروسه، حاجه شبه كده اكيد يعني اكيد. هنروح دلوقتي ونتاكد. هذا احد التوابيت اللي شكلها حلو قوي الصراحه، منحوت ولسه محافظ على نحتته. وصلنا عند التماثيل دي بقى. ايه دول؟ تعالوا مجموعة ضخمة من الحجر. 5 minutes later. يعني ده من الأسرة من 18 اللي حكموا مصر. الجزء ده تقريبا، الجزء ده حاجات لسه ما اتفتحتش، حاجات سرية جاية بس لسه ما اتفتحتش. ننتظر لحد ما يفتحوها إن شاء الله. هيفتحوها إن شاء الله تبقى أكيد حاجة جامدة. جينا هنا بقى منطقة فاضية تماما، يعني ممكن فيها 2 3 وأنا معاهم، أو 2 وأنا واحد منهم. لا بقى هما 2 3 وأنا واحد منهم. المنطقة دي بقى فيها حاجات مش زي اللي بره، وفي بقى أباجورات. دي كانت في عزال العروسة أكيد أيام زمان. في بقى عندنا هنا حصانة من الخشب، ده حصان خشبي وده برضه حصان خشبي، وفي كمان غير حصان خشبي سيوف. دي السيوف اللي كانت بيحاربوا بيها أيام زمان. بس تخيل كل سيف من دول أوضى بحياة كام شخص. في كمان العدة اللي كانوا بيشتغلوا بيها. عندنا ده مرة دي موبايل تانية دي أنا عارفها، دي تويا أكيد يعني. ده إزميل. عايزين بقى شاكوش. في شاكوش لا مفيش شاكوش. دخلنا هنا حجرة اليونانيون. أكيد اليونانيون دخلوا مصر، أكيد كانوا قاعدين في مصر. كل الحاجات دي يونانية، تماثيل يونانية، تعبان يوناني. فين التعبان؟ تعبان يوناني. ده راجل يوناني برضه. أكيد ده واحد منهم ألكسندر الأصغر وألكسندر الأكبر. أكيد ده ألكسندر وده ألكسندر زيه. ثانية واحدة مين ده؟ رأس زيوس أمون. عصر يوناني روما، صدرتها السلطات الأردنية سنة 1999، عدد سنة 1999. والله الأردنيين دول ناس عال. محترمين. لقوا البتاع قالوا دول تبع مين؟ تبع مصر، خدي يا مصر حطيها في المتحف على طول. هذا هو الجزء اليوناني من المتحف. دي لوحة الملك رمسيس. الملك رمسيس لما كان يحب يبعت رسالة ما كانش يبعتها كده عادية، كان يبعتها ينقشها على احنا حاليا بنبعتها بورقة. دي اتبعتت على رخامة، اتحفرت على رخامة واتبعتت على الملك رمسيس. نحن في الانطلاق إلى الدور الثاني. المقصورة ده اللي انتوا لسه شايفينها دي المقصورة اللي كان فيها أحشاء الملك توت عنخ آمون، والناس اللي كانوا حواليها دول الآلهة اللي هم كانوا بيقولوا ان هم الآلهة بتوعهم، كانوا بيحوزوا أحشاء الملك توت عنخ آمون أكيد يعني. مش هيسيبوا أحشاء طالعة الناس كده في المقصورة ده ويسيبوها أكيد بره يعني. كان لازم يحطوا له حراس، حطوا له آلهة من ذهب يعني. هم جابوه هنا المتحف ده. كمان بقى كرسي الملك توت عنخ آمون اللي كان بيقعد عليه. احنا خلصنا اللي كانوا حاطين فيه احشائه، حطينا بقى دلوقتي الكرسي اللي كان بيقعد عليه الملك توت عنخ آمون. ذهب برضه، كل حاجه ذهب. الملك توت عنخ آمون ده كان مبذر جدا، كان اي حاجه حط ده. خش بقى توت عنخ آمون وهم بسم الله. تصوير ممنوع نهائيا، فهخش اقول لكم انا شفت ايه. ماذا وجدنا في جوه غرفه الملك توت عنخ آمون؟ لقينا كل حاجه مطليه بالذهب زي ما قلت لكم. كان ذهب. لقينا 2 من فوق كان عامل تابوتين لما يموت، تابوت ثالث وتابوت تاني اللي جوه التابوت الثالث، والاثنين ذهب. وكان بيلبس اساور وغوايش وحلقان وخواتم، وغوايش وحلقان وخواتم كلهم اكيد طبعا كلهم ذهب. كل اي حاجه في اوضه الملك توت عنخ آمون ذهب. كل حاجه حرفيا كان حاطط عامل لصوابعه قفاز، يعني مش قفازات، عامل لصوابعه حواف الصوابع لما يموت، يعني ما يلبسهمش وهو عايش، يعملهم لما يموت يلفوا صوابعه بالورق الكتان ده، وايه يحطوا له بقى الحاجات الحديد الذهب. حديد ايه؟ ذهب، اي حاجه ذهب. دي بقى احد المومياوات بس لسه ما فكاش.
بس هي باين شعرها لسه موجود اهو عندهم يعني ولا ده سلك ولا إيه مش عارف. عندهم جمجمتها اهو، وده لسه الغطاء بتاعها زي ما هو، صوابعها طالعه من الغطاء، رجلها لسه زي ما هي يعني. حاجات يا دوب بدات تتحلل يعني. والله المصريين دول جامدين جدا. وكمان جوه اسمه ايه ده، جوه غرفه توت عنخ امون لقيت ان هو كان عامل حاجات للاحشاء بتاعته جوه الحاجات بتاعت الاحشاء نفسها. يعني هو شفتوا انتوا صندوق الذهب اللي بره ده كان فيه الاحشاء جوه بقى. حاجه بقى الامعاء الدقيقه والامعاء الغليظه، هو مش عارف ليه كان صح. كان عامل 4 اغطيه صغيرين كده، حط واحده بقى فيها المعده، في واحده الامعاء الدقيقه الامعاء الغليظه هكذا. دخلنا بقى هنا ايه، غرفه الاثار. الاثار دي بقى مش الاثار اللي احنا موجوده بقى توت عنخ امون والناس دي الاثار بقى اللي في الافلام العربي، اللي هو يقول لك ايه على حته اثار ب5 6 10 مليون جنيه ولا دولار، تعالى خدها وفي الاخر تطلع تقلبها من تحت تلاقيها ميد ان شاينا. دي بقى ايه، هي مكتوبه هنا اسمها المعبودات، يعني هم كانوا بيعملوا الحاجات دي ويعبدوها. ده اهل الاطفال لسه محتفظ بالتحنيط بتاعه، كان بيحنطوه كله. يعني هو هنا لسه عنده شويه شعر، لسه شويه عنده شعر تقريبا مغطينه بورق دهب تقريبا. بس كده يا جماعه من المكان الجامد ده. احب كنا احنا وصلنا نهايه الفيديو. اتمنى الفيديو عجبكم، ما تنسوش تحطوا لايك وتشتركوا، ما كنتوش مشتركين وبس. سلام.